يا اهلا وسهلا. انا متحمسه جدا اللايف ده ليه؟ لان انا حسيت امبارح كده وانا بسجل الريل بتاع مفاتيح الاقناع ان لا، في كلام اكتر، محتاجه ان انا اوصل لكم الصوره اكتر. اختصرت الموضوع كده، والموضوع محتاج ان هو لا ياخد راحته اكتر في الكلام. فكنت هسجل فيديو وارفعه على اليوتيوب، وبعدين قلت لا، نعيش التجربه بتاعت اللايف دي مع بعض. فانا مبسوطه جدا ان انا عايشه التجربه دي معاكم، ومبسوطة أكتر اللي احنا هنعرف في اللايف النهاردة مفاتيح تسهل عليكم الإدارة، تخليكم تتعاملوا مع الستاف بتاعكم أو مع المدير بتاعكم وانتوا واثقين من نفسكم وفاهمين دماغ اللي قدامكم ماشية ازاي، فتقدروا تدخلوا له من دماغه بعد ما تتقنوا المفاتيح بتاعة الإقناع دي. اللي ما يعرفنيش أو أول مرة يشوفني، أنا دكتورة حنان الخضري، صيدلانية دفعة 2009. اول مره اسمع فيها مبروك دكتوره انت بقيتي مديره الصيدليه كان في 2014. طبعا انا تحمست، وانا بقى هبقى المديره اللي هعرف اقرر، هعرف احط طرق جديده، حاجات انا ما كنتش موافقه عليها. انا دلوقتي بقى معايا الصلاحيه ان انا اعمل سيستم جديد ونظام جديد. بس هي الحياه ما كانتش ورديه قوي كده زي ما انا كنت متخيله. يعني لقيت بقى ان لا، في ناس هي مش مقتنعه بيا اصلا كمديره، وفي ناس شايفاني انت صغيره قوي اللي انت تكوني مديره، احنا اكبر منك في السن وخبره اكتر منك. حقيقي هما فعلا كانوا اكبر مني في السن وخبره اكتر مني، ولكن هو انا دلوقتي اللي بقيت مديره. طب هقنعهم ازاي؟ طب مديرتي اللي كانت بتقول لي كده نصا انت بنت امبارح، يعني انت لسه المديره الورور، فما تقعديش بقى تقولي قرارات وحاجات وبتاع. فانا كان رد فعلي ايه؟ اللي انا لا، انا مديره وشاطره وعارفه ان انا انظم الدنيا وامشي الفريق بتاعي، وهحط خطه وهخلي الناس تشتغل بيها ويلا بينا. وقعدت سنه انا بحاول اقنع في الفكره دي، واحاول اشتغل واشتغل واشتغل وابين شغلي اكتر، لغايه لما سبت. خلاص يعني كانت، حسيت ان انا زي ما بيقولوا بنفخ في قربه مخرومه ولا مقطوعه. سبت الحكومه تماما، ما لقيتش مساحتي، تمام مهما تشتغل انا مش شايفه مساحتي. وبدات في البرايفت. 2016 كانت اول مره ابقى مديره في القطاع الخاص، وهنا بقى لقيت مساحتي ونورت تاني، وافتكرت تاني رسالتي وهدفي، وانا لازم يكون ليا اثر في المكان ده. اي حد بيقع قدامي انا بعلمه وبطور فيه، وطول الوقت شغاله على سيستم ونظام، وان المكان ده يبقى احسن مكان ونحقق احلى بيع واسمنا يسمع في المجموعه كلها. وده حصل. ولكن ايه اللي بقى ما حصلش؟ البالانس اللي ما بين شغلي وحياتي، حياتي راحت. يعني بروح البيت بتغدى وانا نايمه، ولو ما كنتش نايمه وصاحيه فبتجيلي تليفونات في الشغل، ممكن افضل في المكالمه ساعتين. وطبعا انا كل ده عاوزه ايه؟ انا عاوزه ابقى دايما موجوده، انا في الشغل، انا انا متواجده، محدش يقول عليا ان انا مقصره. فحياتي باظت، لكن الشغل بتاعي كان زي الصاروخ. وقفت وقفه تانية مع نفسي، قلت لا، هو اكيد في طريق سهل للاداره. اكيد الناس مش عايشه حياتها كده. اكيد مش علشان ابقى انا شاطره في شغلي فحياتي تضيع وما اعرفش اشوف ولادي ولا اعرف اخرج اتفسح مع اصحابي. بدات افعل نظام المراقبه، يعني بدات اراقب نفسي في كل تفصيله، واشوف ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. ولو نجحت ان انا اتعامل مع حد او مع موظف او مع مدير وانا محافظه على طاقتي ومجهودي وبكلام قليل واوصل للي انا عاوزاه، كنت بسجل الخطوات دي بسرعه عشان ما انساهاش، عشان لما يجي موقف تاني خلاص انا حافظه همشي ازاي في طريقه الكلام وفي الخطوات، واحسن واعدل فيها. لغايه لما وصلت فعلا ان انا بستمتع في الاداره. فلما انا بقول لك استمتع بادارتك يا مدير، واللي انت تعيش حياتك وانت مرتاح نفسيا وهادي ومركز في شغلك وسايب الدوشه ومشاكل الشغل ده على جنب، ده انا عشته. يعني انا مش جايه من كوكب تاني. عشته ازاي؟ بالطرق اللي انا كنت طول الوقت برسمها وبحسن فيها، لغايه لما وصلت ان الطرق دي انا بقيت بستمتع ان انا اخليها باقل وقت اكتر واقل مجهود اكتر ومحدده اكتر. فبالتالي انا مركزه بقى في حنان
مركزه بقى ان حنان تترقى، ان حنان تكبر. فجاء الوقت اللي انا اخد الMBA، ودي رساله لاي حد بيفكر ان هو ياخد MBA علشان يشيل دوشه مشاكل الاداره من على دماغه. انا لما اخدت الMBA في 2020 هي فعلا تقلت دماغي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقيت اقدر افتح بيزنس، اقدر اشوف الوضع المالي بتاعه عامل ازاي، اقدر اشوف الفاينانشال ستيتمنت، وده بيخسر وده بيربح ومحتاج ايه علشان يكسب، وهكذا محتاج ايه في الماركتنج، الشغل الHR، شغل التشغيل، الجوده. ولكن ملهاش علاقه بالقياده والشخصيه والكلام ده. هو انت بتاخد بس ماده واحده اللي هي الكونتمبرري مانجمنت اللي فيها الموتيفيشن، لكن ما فيهاش الليدرشيب وما فيهاش الذكاء العاطفي والتواصل والاقناع والحاجات اللي بتسهل عليك يومك في الشغل. بعد الMBA فعلا اترقيت وبقيت اوبريشن اند سيلز مانجر، وطول الوقت لا كنت بحقق وبشتغل واكتر واكتر وبظهر اكتر، وكنت كده في حته لوحدي بعد الدوشه. طيب علشان تعدي دوشه الشغل دي كلها وتوصل في الحته اللي انت تكون فيها لوحدك، انت مركز بس في شغلك، مركز بس ازاي توصل وتنجح وتاخد اللي معاك وتنجحهم معاك وتعلي منهم وتسيب البصمه بتاعتك، فانت محتاج تكون مسيطر على كل الدوشه دي. وهي دي رسالتي، ان انا من كتر ما وصلت المرحله اللي انا مستمتعه جدا جدا بكل تفاصيل الاداره، بدات ادرب المديرين على التفاصيل وعلى الطرق دي. طيب هل ده مناسب لكل المديرين؟ لا، ده مش هيكون مناسب لاي مدير. انا بكلم المدير الاكسترا اورديناري مانجر. طب ايه صفات المدير الاكسترا اورديناري ده اللي هو المدير الغير عادي؟ صفاته ان هو حابب ان هو يكون مدير، ان هو شايف ان عنده رسالة، ان هو لازم يسيب اثر في المكان اللي انا موجود، علشان لما امشي يتقال لا ده فلان ده والله كان كذا وكذا وكذا. ده الاثر بتاعك اللي انت بتسيبه بعد ما انت ما بتمشي، وده اللي انت بتبنيه اثناء ما انت موجود. فالمدير اللي شايف ان هو اكبر من فكرة مشاكل الشغل، فبالتالي بيدور على اقصر الطرق عشان يوصل بيها لاهدافه، المدير اللي عنده قيمة الوقت عالية، المدير اللي عنده قيمة الأسرة والبيت عالية، فهو مقدر قوي حياته وحابب ان هو يبقى عنده حدود، مش يفضل طول الوقت يحرق نفسه في الشغل لغايه لما يحصل له بيرنينج اوت. انا بكلم المدير ده. فلو انت المدير ده يبقى اللايف ده ليك. ليه؟ لان احنا هنعرف فيه طريق سهل للإدارة. عارف بالظبط كده زي لما انت تفتح الGPS وتكتب الواجهة بتاعتك، فانت بتلاقي فيه طريق لونه احمر كده وطريق لونه اخضر. لو انت اخترت الطريق الاخضر ده فانت بتلاقي نفسك وصلت اسرع. الطريق الاحمر ده هو اللي كله مطبات بقى. طب ايه المطبات اللي بتحصل دي؟ المطبات اللي بتحصل دي اللي انت مشاكل مع الاستاف لا تنتهي، مشاكل مع المدير لا تنتهي، مش عارف تقنع بوجهة نظرك، لا بلا بلا، مع ان انت اصلا شاطر وبتحقق وعاوز توصل. فهنا بقى بيحصل حاجتين، يا اما بتقول ما هو كده، ما اصل هي الناس كده، هنعمل ايه؟ طب ما هم يتغيروا، هو انا اللي لازم افهم كل حاجه؟ هو انا اللي لازم اعرف كل حاجه؟ طب ما هم كمان يفهموني. لو انت المدير ده اقفل اللايف، ده مش ليك. انا مش بكلمك. ليه؟ عشان انت محتاج اللي انت تشتغل على المايند سيت بشكل قوي الاول. لكن انت المدير اللي عارف لا انا اخترت الطريق الاخضر، وانا اللي مسؤول فعلا اللي انا اقوم واتحرك وافهم اللي حواليا واشتغل عشان اوصل للطريق الاسهل، اهلا بيك. طيب انا حابه اقول لك في البدايه ان اللي انا وصلت له ده ومعايا المفاتيح بتاعته، حضرتك لازم تكون مقرر انك هتمسك المفتاح وتفتح بيه. انا مش هاجي افتح لك، يعني حضرتك هتبقى ماسك المفتاح وهتجرب مره واثنين وثلاثه لغايه لما تماستر ان انت تفتح بالمفتاح ده. وانا النهارده هديلك 4 مفاتيح في الاقناع، علشان اول حاجه الناس اللي فاكره ان الاقناع ده موهبه، يعني انا بصحى من النوم الصبح انا ما شاء الله ربنا مديني موهبه ان انا اعرف ارتب كلامي، انا انا مولود كده، دي حاجه بالفطره. لا، دي خدعه. الاقناع مش كده خالص، ولا الاقناع فيه اسرار. هي الفكره كلها ان انت لازم تفكر في الاقناع على ان هو سيرفيس. يعني ايه سيرفيس؟ يعني لازم تسال نفسك سؤال، هو اللي قدامي ده هيقدر ازاي يشوف الفايده في الفكره
في البرودكت، في المعلومه او في التعليمات اللي انا عاوز اوصلها له. اللحظه اللي انت هتسال فيها نفسك السؤال ده كل حاجه بتتغير. فاول مفتاح معانا هو المايند سيت كي، اللي انت تبقى شايف ان الاقناع ده خدمه انت بتديها للي قدامك، هو مش خدعه، انت مش بتخدعه ولا انت هتضحك عليه، ولا انت لازم تكون عارف ترتب كلامك كويس جدا فتقدر تقنع اللي قدامك بيه. لا، الاقناع بيبتدي من اللي انت نفسك تكون مقتنع بالحاجه دي. يعني واحنا بندرب في موديول التواصل كان في حد شاطر جدا جدا معايا بيقول لي، كان في ورشه عمل، يعني واحنا بناخد الكورس كامل في ورشه عمل بعد موديول التواصل، فكان بيقول لي ازاي اقدر اخلي الفريق يقتنع بتعليمات لسه واصله لي من الاداره، والتعليمات دي هتحتاج ان هو يغير طريقه شغله كلها. طيب قولي لي كده ايه التعليمات؟ فقعدت واحده واحده تقول لي، فانا قطعتها في النص وقلت لها هو انت مقتنعه باللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي لا انا صراحه حاساه شغل تقيل. هي كانت قافله الكاميرا وبتتكلم بس فويس، انا حسيت ده من نبره صوتها، هي مش مستعده انها اصلا تدخل تقنع الفريق بتاعها بالكلام ده. وهو ده اول حاجه انت لازم تستعد ليها، اللي انت تستعد بقوه قبل ما تدخل الاقناع بتاعك. لو انت نفسك مش مقتنع ازاي هتقدر تقنع اللي قدامك بالتعليمات او بالتوجيهات؟ مش هيحصل. فرقم واحد في المايند سيت كي ان انت تظبط نبره صوتك، اللي انت تظبط الفايبس بتاعتك، اللي انت تكون اوريدي مقتنع بالحاجه دي وبالفوائد بتاعتها بنسبه 100%، فبالتالي تقدر توصل ده للي قدامك. ودي اول حاجه في البرسويجن فورمولا، اللي انت تستعد بقوه. الاقناع كله انا لخصته في 3 مراحل: انك تستعد بقوه، انك تشتبك بوعي، وتقفل بذكاء. هي دي الفورمولا، البرسويجن فورمولا. اول حاجه انك تستعد بقوه دي هتاخد منها المايند سيت كي، اللي انت تظبط العقليه بتاعتك. وهو ده اللي انا بشتغل عليه في اي برنامج تدريبي. انا بدخل الاول اظبط العقل واظبط المايند سيت واظبط الفايبس، وبعدين التقنيات دي سهله. يعني اكتر روم علقت مع الناس في التواصل، البرنامج التدريبي بتاع التواصل اللي انت بتوصل في الاخر اللي انت تبقى ملك قصر التواصل، هي الروم بتاعت البرمجه اللي جوه دماغك، اللي بتوقفك اصلا انك تدخل تتكلم. حتى لو مرتب كلامك تلاقي الكلام وقف. ليه؟ عشان المايند سيت، عشان البرمجه. لازم الاول تظبط تفكيرك وتظبط عقليتك وتظبط نبره صوتك وتظبط نظره عينك، وبعدين ندخل في التقنيات. كده انت معاك اول مفتاح وهو المايند سيت كي، وبقيت مستعد بقوه. طيب وبعدين عايزين بقى ندخل نشتبك في الحوار او في المناقشه بوعي، وده هناخد منها 2 مفتاحين. اول مفتاح هو الكلاريتي كي. يعني ايه الكلاريتي كي؟ يعني الموقف اللي انت رحت اتكلمت فيه مع مديرك، وبعد ما اتكلمت معاه لقيت مديرك ما رفعش عينه اصلا من على الورقه وما بصلكش، او لما قالك طب نبقى نشوفه بعدين، او امشي دلوقتي بس في الموضوع وبعدين نبقى نفكر في اللي انت بتقوله ده. في حين ان حد تاني راح اتكلم في فكره قريبه منك واشترى كلامه، انت بدات تحكم على نفسك اصلا انا ما بعرفش اتكلم، او ممكن تحكم على مديرك اصلا اصل هو عنده تحيزات، اصل هو بيسمع كلام ناس وكلام ناس لا. هو فعلا عنده تحيزات، وهي دي المفاجاه، ان الناس فعلا عندها تحيزات في الاقناع. الناس بتعمل فلتريشن وهي بتسمع وهي بتقتنع. التحيزات دي غصب عنها، التحيزات دي نتيجه الكالتشر بتاعتها، نتيجه الحياه والاكسبيرينس اللي هي عاشتها، نتيجه الناس اللي قابلتها، فخلاص هي بقى عندها تحيزات. شطارتك اللي انت تفتح الدماغ دي ويبقى عندك وضوح وانت بتتعامل مع الشخص ده، فتبدا تشوف التحيزات اللي هو هيقتنع من خلالها وتحولها لتولز. يعني احنا عندنا اكتر من 12 تحيز بنتدرب عليه. بنبدا واحده واحده نمسك تحيز تحيز كده، نفهم هو الناس بتميل ان هي تقتنع من الفلتر ده ازاي، وازاي تلقط الفلتر ده اثناء الكلام، فتقدر ان انت ترتب كلامك بناء عليه، فتدخل له من المدخل بتاعه. فهو مش بيجامل زميلك، ولا هو بيقتنع بكلام ناس وكلام ناس لا، هي الفكره كلها ان زميلك عرف يدخل من الباب بتاع الشخص ده،
فهوب عرف يوصل له الكلام بالطريقه اللي تناسبه، لان اقتناعك بفكرتك وان هي واضحه وسهله ومنطقيه ومفهومه، فبالتالي اللي قدامي لازم يفهمها، ملهاش علاقه خالص. انت مقتنع بفكرتك خلاص، هو محتاج انك تقنعه هو بدماغه، هو بفكرتك انت. فمحتاجه منك اللي انت تشغل دماغك شويه وتكون ماسك التحيزات دي كلها في ايدك، فتقدر ازاي تحول التحيزات دي او الفلترز دي لتولز. وبعدين بندخل على الاهاكي. الاهاكي ده بيحصل اثناء المناقشه نفسها، وانا بتكلم معاك دلوقتي، يعني لو حد دخل وقعد يتكلم معايا، انا في سيجنالز كده ببدا القطها من كلامه. السيجنالز دي هي اللي بتخليني اقول اها جوايا انا الاول، وبعدين ببدا اطلع له هو الكلمات وادخل له من الباب اللي هو كمان يبدا يقول لي بعد كده اها تمام انت عندك حق. وحتى لو مش عندك حق، كفايه اللي هو احس بنظره عينه كده وبالايماءات اللي هو ماشي معايا على الخط. طب الاهاكي دي بتحصل ازاي؟ الاهاكي دي بتحصل لما تكون انت عارف الابواب بتاعه الاقناع. يعني انا لما جيت اعمل الجزء ده اكتر جزء الصراحه انا وقفت فيه. ليه؟ لان انا بعمله كويس جدا وبعرف كويس ادخل لباب اللي قدامي، سواء انت عاوز تتكلم بالمنطق ادخل لك بالمنطق، عاوز تتكلم بالمشاعر واغلف لك الكلام بشويه ايموشنز، حاضر عينينا. عاوز ان الموضوع يكون فيه حاجه دوكيومنتد، تمبلتس، شيس بتاع جاهزه. طب انت بتستشف ده ازاي او بتعرف ده ازاي؟ اللي انت اوريدي يكون عندك باك جراوند بالابواب دي كلها عامله ازاي، وانت متقنها ومتدرب عليها كويس، فتبدا اللي انت تلقط السيجنالز دي ما تعديش عليك خلال الحوار. فانا ما كنتش عارفه اترجم ازاي الخبره او اترجم ازاي الحاجه اللي انا بعملها لخطوات اقدر اقدمها لك انت تقدر تشتغل بيها. وهنا جاء دور الشات جي بي تي. شات جي بي تي اللي كله معلومات والكتب والنظريات وبتاع، بس انا معايا التست بتاعي. عشان كده انا دايما بقول لك لو انت عاوز معلومات مش هتلاقي احسن من الشات جي بي تي يديها لك. ما تاخدش معلومات من حد اكتر من الاي اي. هتاخد ايه؟ ولكن انت تقدر تاخد من الاي اي الوصفه بتاعت مثلا الملوخيه، تقدر تاخد المقادير، وتقدر تاخد هتحط ايه على ايه. هتطلع معاك صح؟ لا. هتجرب مره والتانيه والتالته والرابعه، او حد يجي يعملها قدامك فانت تشوف السر بتاعه هو بيعملها، طريقه التقليب هو بيعملها، اللحظه اللي بيحط فيها ده على ده، مش فكره تحط ده على ده وخلاص، فتظبط معاك. هي دي النقطه اللي انت تاخد التيست بتاع المعلومه. فلما اجي اقول لك مثلا زي ما انا بشرح روبرت شيلديني، ال7 مبادئ بتاع روبرت شيلديني اللي موجودين في كل حته، واجي اقول لك مثلا اول مبدا اللي هو الريسيبروسيتي، انا شرحته بالطريقه، انا قلت لك الكلام النظري بتاعه، بس انا اديتك فيها التست بتاعي، انت ازاي تقدر تستغل ده مع الموظف، ازاي تقدر مش تعلم عليه، بس ازاي تقدر وانت بتعمل معاه الموقف تبقى مديله السنس اللي انا خد بالك انا عامل معاك جميله، فبالتبعيه هو هيردها لك بعد كده. يعني انا ما اقدرش انسى الفيدباك اللي جاي لي بعد حد كان اخد معايا الكورس كامل وسمع الفيديو ده وقال لي انا مش متخيل ازاي الكلام النظري اللي انا بسمعه وبقرا عنه كتير انتي وصلتيه باللغه المصريه الاصيله كده. ليه؟ لان انا مش بنقل لك الكلام، انا بنقل لك اللي انا عملته، بنقل لك خبرتي، علشان لما يبقى معاك كل الابواب دي وانت في الموقف اهو دلوقتي مع الموظف بتاعك او مع مديرك وبتتكلموا، تلقط على طول انا هعمل معاه ايه دلوقتي من ابواب الاقناع، انا هطبق معاه انهي طريقه بسرعه فتجيب معاك التاثير اللي انت عاوزه. هو ده الاهاكي. بعد ما بنخلص الاهاكي ده، انا كده وصلت لمرحله حلوه جدا في الاقناع، انا كده داخل الاقناع وانا مظبط المايند سيت كي بتاعي ومعايا الكلاريتي كي ومعايا الاهاكي، ووصلت للمرحله اللي قدامي خلاص هو ماشي معايا في الكلام حلو جدا. انت كده بالظبط عامل زي البياع اللي قاعد بيبيع عماره مثلا او فيلا لاي حد قدامه، وبعدين وصل في الاخر وما اخدش خطوه،
يعني اجي اسالك هو انت ايه الخطوه اللي هتاخدها بعد كده، تقولي معرفش، بس هو كان شكله مبسوط، بس هو كان شكله راضي، بس هو كان شكله مقتنع. انت كده ما قفلتش البيعه. هنا برضو نفس القصه، انت كده ما قفلتش الاقناع. علشان تقفل الاقناع فعلا في طرق للكلوزنج ده، وعلى حسب اللي انت لقطته من خلال الحوار ده. دلوقتي انت المدير بتاعك ماشي معاك في الكلام محتار ولا متردد ولا خايف ولا قلقان، ولا هو قدامه بس تكه ويقتنع؟ ليه ما بتقفلش بقى معاه الكلام بطريقه علشان تاخد منه خطوه تعملها؟ هل انت بتبقى خايف انك تبان اللي انت بتلح؟ هل انت بتبقى خايف ان يجي على الاخر لو ضغطت اكتر من كده ممكن يرفض؟ في حاجه موقفاك، لكن هو انت لازم تقفل، لازم تقفل باب الاقناع بتاعك، وهو ده الكلوزنج كي اللي احنا بنتدرب عليه. ودي اخر حاجه بقى، اللي انت تغلق بذكاء بعد ما بتستعد بقوه واشتبكت بوعي، بتغلق بذكاء عشان يكون معاك البرسويجن فورمولا. ده اللي احنا بنتدرب عليه اكتر من 8 انواع، ازاي تغلق الحوار بتاعك، ازاي تقفل الكلام بتاعك في المناقشه مع الموظف بتاعك او مع مديرك، باللي انت تاخد خطوه على طول. في خطوه هتتنفذ علشان يبقى هو ده المعيار بتاعك انك نجحت في الاقناع. فلو انت من المدير اللي اخترت ان لما انت هتكتب الهدف بتاعك ان انا مثلا ناوي على اخر السنه ان شاء الله هكون في ليست الترقيه، او انا ناوي ان انا يكون اول اختيار يختاروه علشان اطلع السفريه الفلانيه، او ناوي ان انا ابتدي اليوم بتاعي يبقى ماشي بهدوء وبروقان من غير دوشه شغل، عشان انا خلاص عارف هسيطر ازاي وانا مركز في الشغل بتاعي. فالتو دو ليست اللي انا بكتبها الصبح انا عارف ان انا هاجي اخر اليوم هعمل صح 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 عليها، لان انا مركز في الشغل مش في دوشه الشغل، انا خلاص طلعت فوق دوشه الشغل. لو انت المدير ده والمايند سيت ده وحابب تمشي في الطريق السهل في الاداره، فانا بانفايت يو ان انت تيجي تحضر معايا البرنامج التدريبي بتاع On Your Persuasion Road Map، اللي انت تاخد الخريطه بتاعتك اللي هتتعلم فيها البرسويجن فورمولا، ازاي تستعد بقوه ويبقى معاك المايند سيت كي، ازاي تبقى تشتبك او تشترك في الحوار بوعي ويبقى معاك الكلاريتي كي والاها كي، وازاي تقفل بذكاء ويبقى معاك الكلوزنج سمارت كي، علشان تقدر اللي انت توصل لعقل ودماغ اللي قدامك باقل وقت واقل مجهود، وتبقى المدير المقنع اللي عارف يخلي التيم بتاعه يسمع كلامه باقل كلام وباقل وقت، وعارف ازاي يعرض فكرته على مديره، مفيش حاجه موقفاه، هو بيتكلم بطلاقه وقوه وعاوز يمشي الطريق السهل للاداره، لان انت مدير مش عادي، انت اكسترا اورديناري مانجر. لو انت قررت انك تشترك في البرنامج ده، هنبتدي ان شاء الله يوم 25 سبتمبر. ابعت لي persuasion road map direct message me وانا هبعت لك التفاصيل كامله. السلام عليكم.